مساء الفل يا كاهن يا كبير. ممكن أسألك سؤال شاغل بالي وترد عليا بصراحة؟ أهلا بك يا ابن رابين، إله الشمس نفسه مستعجل. بس اتفضل، إيه اللي محير عقلك الصغير؟ كنت عايز أعرف انتوا بتجيبوا السحر ده منين؟ كل يوم الشعب بيقول إنك بتخلي التمثال يتكلم. سحر؟ يا ابني ده علم، بس انتوا اللي دايما تفكروا إن كل حاجة لا بصراحة امبارح سمعت التمثال قال اقفلوا الباب وراكم. ازاي يعني؟ يا اخي ده كنت انا كنت مستخبي ورا التمثال، وحضرتك كنت داخل ومش قافل الباب، والهوا داخل علينا زي شتا منف. طيب واللمبة اللي بتنور لوحدها ده سحر؟ لمبة ده حجر بيشحن من الشمس، يحتك بالذهب يعمل شرارة، وانت تفتكرني انا ابن رعى شخصيا؟ طيب والورقة اللي لقيتها بتقول لعنة آمون ستلحق بك يا من تجرأ. دي كانت ورقة الغرام بتاعتي، كتبتها لوحدة ووقعت من جيبي، بس بدل ما تروح لها راحت لك انت يا خيابة الأمل. يعني كله علم مفيش سحر؟ يعني يا ابني لما اقول لك علم ما يعجبكش يبقى خلاص اعتبرني ساحر، بس اطلع بره قبل ما تحول لفرعون عصري. طيب معلش سؤال أخير، ازاي الموميا تقعد 3000 سنة وما تعفنش؟ ده اسمه نطرون مش بهارات السحر الفرعوني يا ابني. واقفل الباب وراك بقى، انت كده فصلتني. بصراحة الكاهن عنده حق، كتير من اللي افتكرناه سحر فرعوني هو في الحقيقة علم متقدم جدا. العلماء لحد النهارده مش فاهمين ازاي المصريين القدماء وصلوا للمستوى ده. اول حاجة، الفراعنة ما كانوش بس بيبنوا اهرامات، دول كانوا بيبنوا مراصد فلكية حجرية. الاهرامات متظبطة مع 4 اتجاهات الارض بدقة مرعبة، لدرجة ان انحرافها عن الاتجاه المئوية الحقيقي اقل من 6 من المية درجة. وده قبل البوصلة، قبل الخرائط، وقبل ما العالم يعرف يعني ايه نورث اصلا. في معابد معينة المصري القديم كان معتمد على الهندسة الصوتية. ايوه، كانوا بيصلموا الغرف بحيث ان الصوت يعمل رنين يخضك. الكهنة يدخلوا يقولوا كلمة تسمعها ضعف 10 مرات، والناس زمان تقول الآلهة بتكلمنا، لكن الحقيقة ساينس نوت ماجيك. برديات دندرة بتوري رسومات شبه المصابيح. في ناس قالت سحر، بس علماء الآثار اكتشفوا ان الكهنة استخدموا نوع من الكهرباء الساكنة، يحطوا ذهب على حجر مشحون من الشمس، تطلع شرارة خفيفة، الشعب يشوفها يفتكر قوة إلهية، لكنها تجربة كهرباء بدائية سبقت العالم كله. بردية الإدوين سميث لوحدها بتشرح عمليات جراحية، خياطة، علاج كسور، وخطوات دقيقة جدا. الناس زمان شافوا ده افتكروه سحر شفاء، لكن الحقيقة دي مدرسة طب كاملة. التحنيط نفسه علم، خلطة نطرون، زيت تراتنج، أعشاب تمنع البكتيريا وتوقف التحلل. الناس تشوف الجسد محفوظ 3000 سنة تقول هذا سحر، لكنها كيمياء متقدمة تفوق عصرهم بمراحل. الفراعنة ما كانوش سحرة، كانوا علماء، بس علمهم كان كبير لدرجة إن الناس زمان ما فهمتهوش فسموه سحر. واحنا بعد آلاف السنين لسه بنكتشف جزء صغير من عبقريتهم. لو عايزين جزء تاني عن اسرار تانية لسه العلم مش عارف يفسرها، اكتبوا لي في التعليقات وسيبكم من اللعنات، احنا اللي هنكشف